السلام عليكم دكاترة تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي ان شاء الله مع بعض هنحل الشامل الأول على الاتزان الكيميائي أو الاتزان عموما، يعني الباب الثالث من كتاب التفوق. السؤال الأول بيقول: إذا علمت أن ثابت معدل التفاعل الطردي اللي بيسموه عندنا كي واحد، تمام، خد بالك لتكوين الإستر، وثابت معدل التفاعل العكسي اللي هو كي اتنين اللي هو بالرقم ده، فما قيمة ثابت اتزان للتحلل؟ هي اللعبة هنا في الأول دي. في الأول وكان بيكون، فالكي سي كانت بتساوي كي واحد على كي اتنين، تمام. ده للتكوين. أنا بقى مش عايز تكوين الإستر، أنا عايز أعمله تحلل، فأنا هشقلبها بقى. بدل ما هي كي واحد على كي اتنين يبقى كي اتنين على كي واحد، تمام. يبقى الكي اتنين بكام بقى؟ قال لي كي اتنين بواحد علامة اتنين في عشرة أس سالب أربعة على ستة علامة زيرو اتنين في عشرة أس سالب أربعة. لما نعمل الكلام ده على الآلة هيطلع الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول لي رقم اتنين: محلول صودا كاوية حجمه في لتر، حجمه اتنين تلاتة أي رقم، تم تبخير جزء منه من المية. يعني هو كان فيه مية واحنا بخرنا المية، يعني المية اللي كانت جوه الصودا الكاوية اللي NaOH قلت، تمام. خلاص احنا كده كده لما بنضيف مية على حاجة تركيزها بيقل، فاحنا بقى لما نسحب منها المية يبقى تركيزها هيزيد، يبقى البي اتش بتاعت الباشا ده هتزيد طبعا، والقلوي هيبقى اقوى بكتير. فلما البي اتش تزيد طبعا البي او اتش هتقل، فتقل قيمة البي اتش. لا احنا قلنا البي اتش هتزيد، تقل قيمة البي او اتش، صح. يصبح المحلول حامضي، لا والله هو هيفضل قلوي زي ما هو. يصبح المعلول متعادل، لا هيفضل قلوي زي ما هو، بالعكس ده قوة قلويته هتزيد، والبي اتش بتاعته هتبقى اكبر، لان القلوي بيبقى البي اتش بتاعته كبيرة لما يقترب من 14، تمام. اتعلم اي حاجة، اتعلم الحاجة دي عشان مهمة قوي. الحاجة اللي لما اضيف عليها مية تركيزها بيقل، القلوي بالذات لما اضيف عليه مية البي اتش بتاعته بتقل وبيبقى اضعف، اما لما اسحب منه المية لا بيبقى اقوى، تمام، فالبي اتش بتاعته بتزيد. السؤال اللي بعده بيقول: في التفاعل المتزن التالي ايه العبارات اللي اتيها صحيحة؟ خفض الضغط يزيد من قيمة كيسي، والله ما حدش بيأثر في كيسي غير درجة الحرارة. زيادة تركيز ان اوتو، والله العظيم التركيز ما بيأثرش في الكيسي. خفض الحرارة ورفع الحرارة، رد عليا التفاعل ده مص ولا طارد؟ قال لي مص عشان دلتا اتش موجبة، وانا واخد قاعدة بتقول ان المص طردي مع الكيسي. يعني بالبلد كده زودت الحرارة الكيسي تزيد، قللت الحرارة الكيسي تقل. خفض الحرارة يزيد قيمة الكيسي، لا دي غلط، ده تفاعل طارد، ده لو طارد بس ده مص. رفع الحرارة يزود الكيسي، يبقى العلاقة علاقة طردية، احنا قلنا المص طردي مع الكيسي. السؤال اللي بعده: عند إذابة 2 جرام من هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH، والمعروف إن ده قلوي قوي، في 500 ملي من المحلول، فإن كتلة هيدروكسيد الصوديوم اللازمة للحصول على ضعف قيمة البي اتش. صلي بينا على النبي. حبيب قلب الدكتور معايا، وقال لي عند إذابة 2 جرام من هيدروكسيد الصوديوم في 500 ملي من المحلول، فإن كتلة هيدروكسيد الصوديوم اللازمة للحصول على ضعف قيمة البي اتش. وحد الله وصلى على النبي. طب بص يا هندسة، صلى على النبي. أولا أنا معايا الكتلة 2 جرام ومعايا الحجم 500 ملي. تعالى بس كده الأول نحسب يا هندسة التركيز. يبقى أنا هروح الأول أحسب تركيز NaOH. التركيز بيساوي الكتلة على الكتلة المولية في الحجم. الكتلة يا هندسة ب2 جرام على الكتلة المولية لو حسبتها NaOH هتطلع ب40، في الحجم 500 ملي يعني نص. فتعالى نحسبها على الآلة كده، يبقى 2/40 في نص، تطلع لنا هندسة ب1/10. ده كده تركيز ال NaOH. بما ان تركيز ال NaOH ب1/10 يبقى برضو تركيز ال OH اللي جواه ب1/10 عشان ده قوي، تمام، وفي OH واحدة. وانت عارف تركيز ال OH في القوي بيساوي تركيز القلوي في عدد ال OHات اللي جواه اللي هي واحدة. بعد ما جبت ال OH هروح على طول اروح اجيب ال BOH. هكتب على الآلة سالب لوج 1/10. لو كتبت على الآلة سالب لوج 1/10 هتطلع 1. في مشكلة؟ لا. هو بيقول بقى عايز كتلة هيدروكسيد الصوديوم، تمام، اللازمة للحصول على ضعف قيمة البي او اتش. البي او اتش اللي انت جبتها ب1، انا عايز احصل على ضعف قيمتها، يعني البي او اتش بدل ما هي 1 ضعفها 2. طب لما البي او اتش تبقى ب2 الاو اتش هتبقى بكام؟ قال لي هتبقى ب10 أس -2 في الحالة الجديدة.
ده كده التركيز. بعد ما جبت ال OH هو عايز بقى الكتلة. طب الكتلة بتساوي ايه يا هندسة؟ قال الكتلة بتساوي التركيز اللي أنا جبته الجديد اللي هو 10⁻²، في الحجم باللتر في الكتلة المولية. تمام. تعالى كده نعوض بقى زي الشطار كده. التركيز أنا جبته ب10⁻²، والحجم 500 مللي يعني نص، والكتلة المولية قلنا ب40. تمام. يبقى نضرب الكلام ده كله في بعضه، هيطلع لنا هندسة الإجابة 2/10، يعني الإجابة رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول لي في النظام المتزن التالي ماذا يحدث لقيمة ال Ka وقيمة ال pH عند إضافة قطرات من محلول أسيتات رصاص؟ طبعا ال Ka ما بتتغيرش، يبقى ده غلط وده غلط. قدامي لا ج لا د. ال pH بقى هتزيد ولا هتقل؟ صلي بينا على النبي. أنا ضفت أسيتات الرصاص، أسيتات الرصاص اللي هي رمزها CH3 COO سالب و Na موجب، فكده أنا زودت أيون الأسيتات، والحاجة اللي بزودها التفاعل يمشي عكسها. لما امشي كده مش تركيز ايون الهيدروجين، مش انا لما امشي في الاتجاه العكسي كده تركيز ايون الهيدروجين هيقل، فلما الاتش هتقل، لما الاتش بتقل البي اتش طبعا بيحصل لها ايه؟ بتزيد، لان الاتنين بينهم علاقة عكسية، فيبقى الاجابة رقم ج. السؤال اللي بعده سؤال رقم 6. سؤال بيقول في التفاعل الغازي التالي عند الاتزان كانت الضغوط، عايزين نجيب الكي بي. اي كي بتساوي نواتج على متفاعلات، يبقى اكس واي 3 مرفوعة على الأس 2 على اكس 2 مرفوعة على الأس 1 في واي 2 مرفوعة على الأس 3. فأعوض عادي اهو. الإكس واي 3 دي ب4 عليها ده مرفوعة على الأس 2 على الإكس 2 ب2 مرفوعة على الأس 1 في الواي 2 ب1. طبعا العلامة زيرو ده فخ يعني، خد بالك، أس 3. فهكتب على الآلة 4 أس 2 على 2 في 1 أس 3، يطلع لنا هندسة 8. يبقى كيبي ب8، يبقى ده غلط وده غلط وده غلط. خلاص يبقى الإجابة رقم ب. نتأكد بقى، هو عايز الضغط الكلي. الضغط الكلي بيساوي مجموع الضغوط اللي عندك، اجمع الأرقام دي 2 زائد 1 زائد 4 يطلع 7، وده أكيد لي إن ب إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده سؤال رقم 7، مسألة على حاصل الإجابة. محلول مشبع من هيدروكسيد الألمنيوم AlOH باي 3. تمام. الباشا ده هنفككه كده مع بعض، يتفك إلى Al موجب زائد 3OH سالب. تمام. قال لي قيمة البي اتش له ب9.50. ده هيدروكسيد يعني عنده OH. بعد ما جبت هو مديك البي اتش، انت بقى تروح تجيب منها البي او اتش. البي او اتش هتطرح الرقم ده من 14، يبقى 14 ناقص 9.50 تطلع ب4.5. ده كده بعد ما جبت البي او اتش. بعد ما جبت البي او اتش وراه على طول اروح اجيب الاو اتش. هتكتب على آلة 10 أس سالب البي او اتش اللي هي 10 أس سالب 4.5. تمام. يطلع لنا الاو اتش بقى بكام؟ عشان دي الأهم بقى. الاو اتش هكتب على الآلة 10 أس سالب 4.5، يطلع لنا ب3.162 في 10 أس سالب 5. تعالى هنا بقى نرجع تاني. الألمونيوم تركيزه اسمه اكس، أما الأو اتش تركيزه اسمه 3 اكس. كده الأو اتش لها عندي تركيزين، لها الرقم اللي أنا عملت عليه خط ده، ولها إن هي 3 اكس. خلاص لو أنا عايز أجيب الإكس هساويهم ببعض، يبقى التلاتة اكس هتساوي دي كده مش تركيز واحدة او اتش، ده تركيز الاو اتش كله، خد بالك. 3.62 في 10 أس سالب 5. أقدر أجيب الإكس؟ طبعا تقدر تجيب الإكس. الإكس هتساوي الرقم دون اللي هو 3.162 في 10 أس سالب 5 على 3. يبقى أنا هكتب الرقم ده على 3، فيطلع لنا هندسة إن الإكس ب1.05 في 10 أس سالب 5. ده كده الإكس. هو عايز بقى قيمة حاصل الإذابة الكي اس بي. اسأل نفسك، هو الملح ده فيه كام أيون؟ 4، واحد ألمونيوم و3 ويتش، فالقانون بتاعه 27 إكس أس 4. يبقى هتساوي 27 في الإكس احنا لسه جايبينها ب1.05 في 10 أس سالب 5 أس 4. فأنا هكتب 27 في الرقم اللي أنا جبته أس 4، فيطلع لنا إن كي اس بي ب3.33 في 10 أس سالب 19،
يعني الإجابة رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي يمكن زيادة كمية كربونات الباريوم المذابة، يعني أنا بالبلدي كده عايز أدوب ده، عايز ده يدوب. تمام. طب ما أنا عندي قاعدة كده في الباب التاني، إني لو مش عارفها تكتبها: جميع الكربونات تذوب في الأحماض، جميع الكربونات تذوب في الأحماض. احفظها كويس أوي: جميع الكربونات تذوب في الأحماض. فالإجابة هدور على حمض، يبقى الإجابة رقم ب. تمام. السؤال اللي بعده: مع درجة تأين محلول حجمه 500 مللي. درجة التأين دي اسمها ألفا. 500 مللي يعني ده الحجم، و2.7 ده الكتلة. علما بأن الثابت التأين عشان ده حمض فأقول عليه كي ايه. مسألة مهمة جدا جدا جدا. تمام. أنا أول حاجة يا دكتور لازم أبقى عارف إن الألفا دي بتساوي جذر كي ايه على سي ايه. فأنا الحمد لله بفضل ربنا معانا كي ايه اللي هي ب2 في 10 أس سالب 11. أنا بس اللي ناقصني السي ايه اللي هو التركيز يعني. السي ايه اللي هو التركيز كده كده أنا حافظ قانون التركيز. بيساوي، هندسة هكتبهولك أهو، الكتلة على، هو بيساوي عدد المولات على حجم اللتر، وعدد المولات كده كده بتساوي الكتلة على الكتلة المولية في الحجم باللتر. ماشي. صلي بينا على النبي. ادي الكتلة هندسة، الكتلة مديالك ب2.7 على الحجم باللتر 500 مللي يعني نص. الكتلة المولية بقى الهيدروسيانيك يعني 1+12+14. فهكتب على القلم 2.7 على نص في، أو في 1+12+14، يطلع لنا ب2. ده كده التركيز خلصت. حط التركيز 2 هنا وخلاص. يبقى أنا هقول جذر 2 في 10 أس سالب 11 على 2. تطلع لنا الإجابة 1 في 10 أس سالب 5. تمام. استنى بقى، استنى عشان أنا نسيت أكتب حاجة، في حاجة أنا مكتبتهاش. ده كده عارفين إن ألفا بتساوي جذر كي إيه على سي إيه. طب استنى أحسب الكتلة كمان مرة. تمام. أو أحسب التركيز ده كمان مرة. الكتلة 2.7 على الحجم 500 مللي يعني نص لتر. تمام. نص لتر في الكتلة المولية 1 زائد السي ب12 زائد 14 واحد 15 و12 يبقى في 27. يطلع 2. تمام. لو عايز أجيب الألفا، فالألفا هتساوي جذر كي ايه على سي ايه. يبقى 2 في 10 أس سالب 11 على، اللهم صل على سيدنا محمد، على 2. يطلع علينا هندسة 1 في 10 يعني لو ما الإجابة موجودة. معلش يا جدعان، معلش. السؤال اللي بعده، معذرة. أنا مش واخد بالي بس معلش. سؤال رقم 10: التفاعل الغازي المتزن التالي والذي يجرى في وعاء ثابت الحجم ودرجة حرارة ثابتة، تم إضافة كمية من المادة B. والله أنا لو ضفت المادة B ده، فالمادة اللي بضيفها فالتفاعل بيمشي عكسها، فكده التفاعل بيمشي هندسة في الاتجاه الطردي. تمام. فكده تركيز السي هيزيد والإيه هتقل. تمام. بالبلدي كده لو أنا عايز أرسم الرسمة دي بكل بساطة، أدي الرسمة. أنا عملت إيه؟ أنا بكل بساطة يا هندسة أنا جيت كده بيها، هما في حالة اتزان بيه ده أنا زودته شوية. تمام. زودته كده شوية. فالحاجة اللي أنا زودته طبعا لازم يرجع يقل شوية عشان يوصل لحالة عشان يرجع تاني الاتزان. ايه طبعا تركيزه هيقل على طول. ايه ده كان ثابت كده متزن فتركيزه هيقل. ده ايه وده بي زاد وبعد كده قل شوية علشان التفاعل هيمشي كده هيروح يزود سي يعني. وسي طبعا تركيزها هيزيد، مفيش مشكلة. ده سي اهو. فيقل تركيز سي، لا والله سي احنا قلنا تركيزها هيزيد يبقى ده غلط. يزداد تركيز سي صح، احنا مستبعدين ألف وده. يزداد تركيز سي، تركيز ايه هيزداد؟ والله لا، قلنا تركيز ايه هيقل يبقى ده غلط. يبقى الإجابة ج. هو سؤال سهل جدا والله. السؤال اللي بعده: درجة ذوبان ملح كربونات الألمنيوم. كربونات الألمنيوم Al، كربونات CO3. الألمنيوم تكافؤ ثلاثي والكربونات ثنائي. هفكك الباشا ده يتفك ل2 Al موجب زائد 3 CO3 سالب.
درجة الذوبان اللي اسمها اكس. الملح ده هو تركيزه اسمه اكس، الألمونيوم تركيزه اسمه 2 اكس، والكربونات تركيزه اسمه 3 اكس. فعايز بقى ده اللي هو ده، احنا عارفين درجة إذابته اسمها اكس، الاكس ده بقى ايه علاقتها بالألمونيوم؟ نصها، ما ده 2 اكس ودي اكس، يعني اكس دي نص دي. طب ايه علاقتها بالكربونات؟ تلتها. اذا كان الاكس مش هي الاكس نص الاتنين اكس وتلت التلاتة اكس، ايوه كده. يبقى هل هي بتساوي تركيز الألمونيوم؟ لا، ده اكس وده 2 اكس. هل هي ضعف تركيز الألمونيوم؟ يا جدعان دي واحد دي 2، يبقى الواحد ضعف الاتنين، ولا المفروض الاتنين اللي ضعف الواحد؟ طبعا الواحد اللي ضعف الاتنين ضعف الواحد، يبقى ده غلط. بتساوي تركيز ايونات الكربونات؟ لا، دي اكس ودي 3 اكس. ثلث تركيز ايونات الكربونات، صح، بس ده واحد وده 3، فالواحد قد ايه من التلاتة؟ تلته. بس يا عم الحاج. السؤال اللي بعده، أي المواد التالية هو الأكثر قاعدية، يعني أكبر بي اتش؟ تمام، فأنا هدور على الحتة دي بقى. كوب تركيز الأيون الهيدرونيوم، يعني تركيز الاتش بالرقم ده. عايز أجيب البي اتش، فهكتب على الآلة سالب لوج الرقم ده. تمام. تعالى بقى نشوف البي اتش هيطلع بكام. يبقى سالب لوج 1/10 أس -5، يعني 5. تمام. يبقى الراجل ده ب5. أولا ده حمض يعني، بس مش مشكلة. محلول أمونيا تركيزه 2/10 وثابت تأيونه بالرقم ده. طبعا اللي أنا هجيب هنا تركيز الاتش الأول. تركيز الاتش هو محلول معلش أمونيا، يبقى لازم أروح أجيب الأو اتش. تمام، عشان ده قلوي يعني. الأو اتش هتساوي جذر كي اف سي اي، جذر كي اف سي اي، كي بواحد علامة سبعة، أو كي بي في سي بي 1/7/8، في 10 أس -5 في 2/10. المهم هيطلع هندسة ال OH 1/7/8 في 10 أس -5، تمام، في 2/10. يطلع لنا برقم كده ال OH هيطلع ب1/8/8 في 10 أس -3. بعد ما جبت ال OH وراه على طول هروح أجيب ال BOH. هتكتب على الآلة سالب لوج الرقم اللي انت جبته ده. يطلع لنا بكام يا هندسة؟ سالب لوج الرقم اللي احنا جبناه، يطلع لنا 2.7. بعد ما جبت البي واتش ورا على طول هجيب البي اتش. هطرح الرقم اللي انا جبته ده من 14، يطلع لنا 11.2/2.7. يبقى الراجل ده 11.2/7. هجرب اللي بعديه. عينة من تركيز تركيز ايون الهيدرونيوم الى الاتش. انا عايز اجيب البي اتش. البي اتش هتساوي سالب لوج الرقم ده. يبقى هكتب على سالب لوغاريتم 3/5 في 10 أس -8. يطلع لنا هندسة ب7. البي اتش هنا هتطلع ب7/4/4. تمام، 9. مش لازم يعني. عينة البي اتش ب8.3. هو الراجل هنا مديك البي اتش جاهز اهو. مين أكبر واحد؟ هل هو ال5، ولا هل هو ال11 و2، ولا هل هو ال7 و4، ولا هل هو ال8 و3؟ لا، ال11 و2. يبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده، إذا كانت العلاقة التالية لحساب ثابت الاتزان بدلالة الضغط كالتالي. طبعا عارف إن كي بي بتساوي نواتج على متفاعلات، فالنواتج هي إيه؟ فهي مرفوعة لأس 2، يبقى جنبها 2. والمتفاعلات هي بي وسي. عندك كام بي؟ 3 بي زائد سي. ركز بقى، بقولك أي مال يعبر عن التفاعل العكسي، يعني عايز يعكس التفاعل ده. عايزين نعكسه بقى، عكس التفاعل ده. تمام، اعكس بقى التفاعل، يبقى 2A يدونا هندسة 3B زائد C. يبقى الإجابة رقم ج. السؤال اللي بعده، عند تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع أحد أملاح الصوديوم تصاعد غاز كريه الرائحة اللي هو غاز H2S. ده في المية بيكون H2S aqueous. تمام، وده ضعيف، حمض ضعيف جدا. تمام، أي مال يعبر عن الجسيمات الموجودة لما دوبه في المية. طبعا أنا معلمك الحمض ضعيف بيتفك ازاي، ونقوله تاني برضو للناس اللي بتسمعنا. هنمسكه دوبه في المية. بص يا هندسة، أي حمض ضعيف لما بيجي بيتفك كم مرة على حسب عدد الاتشات اللي جواه. يعني الراجل ده عنده 2 اتش بيتفك مرتين. المرة الأولى هتشيل اتشاية واحدة، فيبقى اتش اس، والاتشاية اللي بتشيلها بنحط مكانها سالب. تمام،
والاتشات اللي بتخرج بترتبط مع الميه وتكون H3O موجب. ده في الحالة الأولى. في الحالة التانية هتاخد الراجل اللي طلع ده وتقوم برضو مدوبه في المية، فهيتفك الاتشات التانية، يبقى S-2 زائد برضو H3O موجب. يعني في كل مرة شيل اتشاية وعوضها بشحنة سالبة. ما تنساش ان الكلام ده دايب في المية، والمعروف ان المية الكتروليت ضعيف، يعني بتفك الاتش موجب و OH سالب، وقلنا الاتش الموجب ما بتقفش لوحدها، بتبتدي ب H3O موجب. مين اللي يبقى موجود؟ اللي بعد السهم، يبقى ده موجود، ده موجود، ده موجود، ده موجود، والحمض نفسه هيبقى موجود. ليه؟ لأن ده حمض ضعيف بيتقيم منه حتة صغيرة، يعني في أيونات وفي نفس الوقت في جزيئات. فندور مثلا على الاختيار رقم ألف، H2S تمام، H3O موجب تمام، S-2 تمام، HS -1 تمام، OH تمام، يبقى الإجابة ألف. تمام. السؤال اللي بعده، يتم تحضير غاز النشادر بطريقة هابر بوش عند زيادة تركيز ال H والنيتروجين إلى الضعف، فإن قيمة ثابت الاتزان ثابتة عند نفس الحرارة. السؤال اللي بعده، عدد المولات المتأينة أو بيسموه عدد المولات المفككة. أنا عندي قانون بيقول إن الألفا بتساوي عدد المولات المفككة على عدد المولات الكلية. يبقى ألفا بتساوي إيه؟ عدد المولات المفككة على عدد المولات الكلية. انا بقى عايز عدد المولات المفككة او المتأينة، فبص على القانون كده وركز، هتساوي الفا في عدد المولات الكلية. تمام يا هندسة؟ تمام يا مستر. تعال، لازم يبقى معانا الفا ولازم يبقى معانا عدد المولات الكلية. اولا الفا هو مديها لك نسبة التأين ب4.2%، متستخدمهاش في المية، تقوم قاسمها على 100 كده، دي الفا. تمام، ناقص عدد المولات الكلية. طب ما انا عندي قانون بيقول ان عدد المولات الكلية بتساوي التركيز في الحجم. التركيز 2/10 والحجم 500 مللي، يعني نص ال2/10 يعني 1/10، فهيبقى في 1/10. يطلع لنا هندسة 4.2، ثانية واحدة، 4.2 على 100 في 1/10، يطلع لنا 4.2 في 10⁻³ مول، يبقى الإجابة رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول لي أي التفاعلات الآتية يحدث بأبطأ معدل تفاعل. طبعا الأبطأ هو القطعة مش المسحوق. تمام، يبقى إجابة لا إما ألف لا جيم. طبعا الأبطأ إذا التركيز أقل، يبقى 1 ولا 2؟ لا 1، خلاص يبقى الإجابة دي غلط. السؤال اللي بعده، يا ريت كل أسئلة زي دي. سؤال رقم 18، إكس واي وزد ثلاثة محاليل تحتوي على عدد مولات متساوي من حمض اللاكتيك مذاب في كمية ما. حمض اللاكتيك ده حمض عضوي، المعروف إن الأحماض العضوية ده أحماض ضعيفة، يبقى الراجل ده حمض ضعيف، خد بالك من الحاجات دي. كمال، أنا ضفت له كمية من المية إكس، وفي الحالة الأولى أنا معايا 3 محاليل كلهم حمض لاكتيك. في الحالة الأولى ضفت نص لتر مية، في الحالة التانية أو المحلول نص لتر، ده ربع لتر، ده 75 أكبر درجة تأين، يعني اللي تخفف أكتر. مين اللي يعني اللي حجمه أكبر؟ الحجم الأكبر يتخفف أكتر بالمية، لأن لما بتضيف مية المادة بتتأين أكتر، يبقى أكبر واحد هو زد، ده أكبر رقم، يبقى الإجابة زد. دي سؤال سهل. السؤال اللي بعده، ما الظرف المناسب للحصول على أكبر إنتاج من NaOCl؟ يعني لازم مش كده. تمام، عايز أزود ده. أولا اسأل نفسك، الدلتا اتش سالبة يبقى التفاعل ده طارد للحرارة، يبقى الحرارة موجودة في النواتج. تمام، تعمل إيه؟ أول حاجة لازم أقلل الحرارة عشان لما أقللها التفاعل يروح لها، فدرجة حرارة منخفضة مش مرتفعة. تعالى على الضغط، هنا 3 مول وهنا 2 مول، أنا عايز أمشي ناحية الاتنين ولا التلاتة؟ ناحية الاتنين مول. أقل عدد مولات يبقى أعلى ضغط، يبقى ضغط مرتفع، خد بالك بقى، يبقى ده غلط. السؤال اللي بعده، عند إضافة 100 مللي من الماء إلى 400 مللي من هيدروكسيد البوتاسيوم، الراجل ده بيعمل عملية تخفيف. تمام، تعال نشتغل قانون التخفيف. قانون التخفيف بيقول ام في قبل التخفيف بيساوي ام في بعد التخفيف، والحجم بعد التخفيف ده حجم كلي. ام التركيز قبل كان بكام؟ قال لي والله يا مستر محلول هيدروكسيد الذي قيمة البي او اتش لو ب2. ماشي، مش البي او اتش ب2؟ خلاص ماشي، انا اقدر اجيب لك الاو اتش، ما انا عايز اجيب التركيز بقى. الاو اتش هتساوي 10⁻²2. تمام يا هندسة؟ تمام. قال لي صلي على النبي، يبقى الاتش التركيز ب10⁻²2.
حجم المادة نفسها 400 مللي، سيبها زي ما هي. التركيز بعد أنا معرفوش. الحجم الكلي 400 و100، حجم المادة وحجم المية يبقى 500 مللي. تمام. أدام ده مللي وده مللي مش لازم تحول يعني. يبقى التركيز هيساوي 400 في 10 أس سالب 2 على 500. يطلع لنا هندسة بالتركيز الجديد اللي هو تركيز ال OH. تمام. ب 8 في 10 أس سالب 3. ده كده تركيز ال OH. تعالى بقى نروح نجيب احنا بقى البي اتش. البي او اتش معلش. البي او اتش هتكتب على الآلة سالب لوج 8 في 10 أس سالب 3، الرقم اللي انت جبته ده. فيطلع لنا بكام يا هندسة؟ هكتب سالب لوغاريتم أنصر اللي أنا جبته، يطلع 2 علامة 1. تمام. طب أنا بقى عايز أجيب البي اتش. البي اتش هطرح الرقم اللي أنا جبته 14 ناقص 2.1. 14 ناقص أنصر تطلع 11.9. تمام. صلي على النبي. قال لي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هشوف بقى الاختيارات، أنا معرفش، أنا لسه هنشوف الاختيارات. اول حاجه بس نسالك سؤال. اولا انا كان معايا قلوي كي او اتش اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم، وانت ضفت عليه شويه ميه. اولا القلوي ده البي اتش بتاعته كبيره، لما اضيف عليه ميه الميه هتقلل البي اتش بتاعته، فالبي اتش هتقل، البي او اتش هتزيد، والاو اتش هتقل، والاتش هتزيد. تمام. فيزداد تركيز الاو اتش. لا والله تركيز الاو اتش هيقل، يبقى ده غلط. يقل تركيز الاو اتش صح. يقل تركيز الويتش صح. يزداد تركيز الويتش ده غلط. احنا قلنا تركيز الويتش هيقل. لو قدامي لا ب لا ج. تمام. وتصبح البي اتش، البي اتش طلعت ب 11.9، والبي او اتش طلع ب 2.1. لا اللي صح ج مش ب، يبقى ب غلط. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا علمت أن سرعة تفاعل ما عند درجة حرارة الغرفة اللي هي 25 درجة مئوية، تمام، بإكس مول للمينت، ولكي تصبح سرعتها ربع. بص أنا عندي قاعدة بتقول إيه؟ كلما رفعنا الحرارة كم درجة؟ 10 درجة مئوية، تزداد سرعة التفاعل للضعف. دي قاعدة. تعرف تعكس بقى القاعدة دي؟ عكسها ازاي؟ كلما خفضنا الحرارة 10 درجة مئوية، بدل ما السرعة تزيد يبقى تقل السرعة، بدل إلى الضعف يبقى تقول إلى النصف. اعكس اللعبة يعني. تمام. يلا هندسة. أنا إكس عايز أتحول لربع إكس. ربع إكس أعمل إيه؟ أولا نقص 10 درجة مئوية، نقص 10، فسرعة التفاعل تقل للنص، بدل ما هي إكس تبقى نص إكس، نقص 10 كمان. تمام. يلا يا عم الحاج. فالنص يبقى ربع، فتوتال انت نقصت كام درجة؟ هنا نقصت 10 هنا نقصت 10، يبقى خفضت الحرارة بمقدار كام؟ 20. يبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده 22. في التفاعل الافتراضي التالي إذا تغير تركيز المادة A من 8 من 10 ل2 من 10، يبقى التركيز أو التغير في التركيز هيبقى 6 من 10. تروحهم من بعض يعني خلال زمن 1 ثانية. عايز سرعة دي بوحدة المولر للمينت. طب كده كده 60 ثانية اللي هم دقيقة واحدة يعني. تمام. خلاص. أنا مديك معلومة عن مين؟ عن إيه؟ وعايز دي. أدي إيه ودي دي. القاعدة بتقول كل واحد من إيه بيطلع 3 من دي. كل واحد من إيه بيطلع 3 من دي. طب أنت عندك من الإيه قد إيه؟ قال لي عندي من الإيه 6 من 10. يبقى دي بكام؟ 3 في 6 من 10 يبقى ب1.8. السؤال اللي بعده بيقول 23. يحتوي محلول على 1 من 10 مول من أيونات البروميد، و1 في 10 أس سالب 5 من أيونات اليوديد، فإذا تم إضافة أيونات الفضة تدريجيا إلى هذا المحلول، أي الراسبين يتكون أولا؟ هل هو اي جي اي ولا هو اي جي بي ار؟ ويديك الكي اس بي. صلى على، تعالى نمسكها واحدة واحدة. أنا هفصص السؤال ده نصين. تمام. هشتغل أول مرة على اي جي بي ار، وهشتغل المرة التانية على اي جي اي. تمام. واحدة واحدة أنا معاك أولا في الحالة الأولى الكي اس بي هتساوي اي جي مرفوعة لأس 1
بي ار مرفوعة لأس كام؟ 1 موجب. الكي اس بي لاي جي بي ار اهو بالرقم ده اللي هو 5 في 10 أس سالب 13 هتساوي تركيز الفضة مش عندنا، تركيز البروم بقى عندنا. الراجل مديهولك اهو، عطاه 1/10 مول من أيونات البروميد، يبقى 1/10. أنا عايز أجيب بقى الإي جي موجب، تمام؟ يبقى الإي جي موجب هتساوي 5 في 10 أس سالب 13 على 1/10. تطلع لنا، تعالى نجرب كده. أدي 5 و1/10 أو 5 في 10 أس سالب 13 على 1/10. يطلع لنا هندسة 5 في 10 أس سالب 12. امسك بقى في الرقم ده وتعالى اما نجرب كده الباقي. يلا هندسة، هات الكي اس بي. الكي اس بي هتساوي اي جي مرفوعة لأس 1 موجب اه زائد اي سالب مرفوعة لأس 1. الكي اس بي في الحالة التانية بتاعت اي جي اي ب8/3 في 10 أس سالب 17. الاي جي احنا عايزين الاي هو مديهالك في المسألة فوقها 1 في 10 أس سالب 5 مليون دي، يبقى 1 في 10 أس سالب 5. أنا بقى عايز أجيب الاي جي موجب. الاي جي موجب هتساوي 8/3 في 10 أس سالب 17 على 1 في 10 أس سالب 5. تعال نجرب كده. يبقى 8/3 في 10 أس سالب 17 ثانية واحدة 10 أس سالب 17 على مش عايزة تتكتب أس سالب 17 على اللهم صل على سيدنا محمد 1 في 10 أس سالب 5. ركز بقى في ايه وفي ايه. الآلة اتحسدت. أس سالب 17 يطلع لنا 8/3 في 10 أس سالب 12. ده الرقم كده. مين أكبر؟ لأ، ده الرقم ده أكبر بكتير. ده أكبر وده أقل. يبقى تركيز أيونات الفضة في اي جي بي ار أقل، وتركيز أيونات الفضة في اي جي اي أكبر. تمام؟ يبقى كمان مرة اي جي اي أكبر من اي جي بي ار. تمام؟ يعني تركيز أيونات الفضة هنا أكبر من تركيز أيونات الفضة هنا. تمام؟ فمين يترسب أول؟ طبعا الأقل. ليه الأقل تركيز؟ يا ابني فكر ثانية واحدة. بص يا هندسة، أنا معايا أيونات بروميد ومعايا أيونات يوديد. أنت علشان ترسب البروم وترسب اليود هتحتاج شوية فضة. تمام؟ مين يترسب أسرع؟ طبعا الأقل تركيز. بص أنا بالبلدي كده، أنا معايا يا عم الحاج بروم في نفس الوقت معايا يود بروم ويود، وبضيف على الاتنين فضة مين يترسب اسرع؟ انا بضيف على الاتنين مع بعض طبعا اللي هضيف له كميه اقل ويترسب اسرع. يعني انا ضفت 5 فراح الراسب كميه صغيره كونت لي راسب بسرعه. اما هنا لا يا لهوي، ده انا لسه بقى مش هضيف 5، ده انا لسه هضيف 5 وهزود بقى 6 7 8 و3/10 عقبال يا عيني لما ارسب الفضه في اليود. فهنا هحتاج وقت طويل. لا يا باشا، يبقى في البروم يترسب اسرع. تمام؟ يبقى يترسب بروميد الفضة اولا، لان اي جي لازم لبدء ترسيبه اقل، ما محتاج كمية فضة قليلة تكون لي الراسب بسرعة. تمام؟ نخش بقى على اسئلة ايه هندسة المقالي. السؤال بال24 بيقول في التفاعل المتزن التالي عند رفع الحرارة الحاجة اللي بزودها التفاعل يمشي كده، فموضع الاتزان يسير في الاتجاه العكسي. قيمة ثابت الاتزان، طبعا التفاعل ده طارد للحرارة فالكي سي هتقل لأن الاتنين منهم علاقة عكسية. السؤال اللي بعده إذا علمت أن كي اس بي كبريتات الكالسيوم اللي هي رمزها سي اي اس او 4 تساوي الرقم ده، عايزين الكتلة. الراجل قال لي ده ملح ثنائي الأيون، كده كده كي اس بي في الثنائي الأيون بتساوي اكس تربيع، يبقى الاكس هتساوي جذر كي اس بي يبقى جذر 2/4 في 10 أس سالب 5. تطلع ادي جذر 2/4 في 10 أس سالب 5. تطلع لنا هندسة ب4/8 في 10 أس سالب 3. ده كده اكس، واكس دي طبعا معروف انها التركيز.
تمام. أنا بقى مش عايز التركيز، أنا عايز الكتلة. الكتلة بتساوي، قال لي بتساوي التركيز في الحجم باللتر في الكتلة المولية. أكتر مسألة مشهورة في الثانوية العامة أعتقد دي في الKSB. تمام. التركيز مديهولك في المسألة، قصدي التركيز أنت جبته بكام؟ أنت جبته 4.89 في 10⁻³ والحجم نص لتر، والكتلة المولية ومديلك على جنب ب136. يبقى الرقم في نص في 136، تطلع لنا الإجابة 0.33 جرام، وهو المطلوب. وأشوفكم في فيديو جديد يا تالتة ثانوي، وربنا يوفقكم دايما في طريقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.